طيب انا في السؤال خالص فوق وتلاقي اقراها فوق بتكلم معايا لو لقيتها. comprehensions كتب لك تعليمات بالعربي. اول حاجه هتقرا الاسئله وهتترجم الكلمات وتخمن الكلمات التانية عشان تعرف الفكره العامه اللي بتدور حواليها القطعه. انا اقصد الموضوع ان انت تقرا القطعه نفسها بعدها تقرا الاسئله، يعني الخطوه دي هتيجي تبقى رقم 2 بعد الخطوه ديت اللي هي قرايه القطعه، حتى نكون ما تفهمش فيها كل التفاصيل لكن ضروري نعمل ده. تاني خطوه هتقرا القطعه مره واحده كامله وتترجم اللي تعرفه وتحاول تخمن الباقي. عرفت تخمن الباقي اهلا وسهلا، ما عرفتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واقسم بالله بتكلم بجد ما بهزرش. وما تتوقفش عن القراءه لو قابلت كلمات صعبه في القطعه، بس حاول تفهم المعنى العام للقطعه هيكون عباره عن ايه بالظبط. وبعدها اقرا القطعه تاني، ولكن المره دي لازم تقسم القطعه لمجاميع، باراجراف التاني التالت. وبعدها اقرا الثلاث اسطر بعنايه واستنتج معاني بعض الكلمات اللي بتديك الاجابات على الاسئله. اسئله القطعه اختياري ولازم تكتب الاجابه وتكتب الاجابه دي لازم تبقى صح لها كويس قوي وتبقى مركز في المهارات فيها كويس جدا. وركز وانت بتطلع الملخص او الفكره العامه من القطعه، لازم تبقى مخلي بالك كويس جدا من الجزء اللي زي دوت. يقول لك في الجمله هنا ان علي and منى walked to school yesterday on their way they met uncle and father. بيقول لك هنا قبله كذا وكذا، لما يجيب لي ضمير في الجمله بتاعتي her uncle، لما يجيب لي اي حاجه ثانيه يقول لي ارجع ورا تبص على مين، لا دي بيقول لك هنا ان هير تعود على منى. يقول لك في الجمله هيز تعود على علي وهكذا. لازم اكون مخمن كويس جدا. 16 درجه في الامتحان، ما تعطلش عند كلمه معينه تقول لي مش عارف معناها. محمد منى ها ولا محمد بلا منى. ركز كويس جدا مع نفسك والاجابه اللي ايدك هتتمد عليها وانت بتعمل كده في القطعه بتختار. الاختيار بتاعك ده ضروري جدا يكون مناسب وملائم للتفاصيل بتاعتك اللي هي القطعه. ما ينفعش ان انت تختار حاجه وانت مش عارف تختارها ليه، وانت بتعمل دايره في البوكلت انا بظلل ديت ليه؟ بهبد ولا عارف يبقى انا كده شغال كويس. تعالى نخش ونشوف القطعه اللي موجوده عندنا ديت اتكلمنا عليها، ونشوف القطعه بتقول ايه بالظبط. بيقول لي you are driving. يلا بينا هقرا من هنا احسن بقى. بيقول لك هنا في الجمله، بس انت امشي معايا بعينك. بيقول لك هنا في الجمله you are driving your smart car along the main road from Cairo to Aswan. او هقرا لك من هنا احسن وخلاص، هو ده نوره عالي بس مش مشكله. You are driving your smart car along the main road from Cairo to Aswan when something goes wrong with the engine. سايق عربيتك الذكيه على الطريق من القاهره لاسوان لما لقيت ان في حاجه معينه غلطه في الموتور بتاعها. You don't know what the problem is، وانت مش عارف المشكله ايه. But you don't need to worry، بس انت مش لازم تقلق. The engine will be examined، الموتور هيتم فحصه بالكمبيوتر اللي موجود in your في العربيه بتاعتك which will find the cause of the problem، اللي هيكون فيه وهيبين لنا هو ايه الموضوع او سببه ايه بالظبط. The computer will then connect to the internet، بعدها الكمبيوتر هيخش على النت to find the distance عشان يشوف المسافات او الموجوده الاقرب بحد يعمل الجراج where you can be repaired عشان تصلح سيارتك هناك. An email will then be sent to the garage، بعدها في ايميل هيتبعت للجراج او للميكانيكي عشان يشوف اذا كان الاجزاء المطلوبه ديت اللي انت محتاجها موجوده ولا لا. If the garage has this، لو موجود فيه الاجزاء ديت you will receive an email asking when you would like to take your car to the garage. هيتبعت لك ايميل بيتقال لك امتى تحبي تيجي تاخد العربيه. But can be replaced when you are not driving your car، ولما تبقى مش بتسوق السياره بتاعتك you can reply in your mobile، ممكن ترد على موبايلك which will email your message to the garage in this، وبالطريقه ديت your car engine problems can be solved، مشاكلك ممكن تتحل. تخيل بقى imagine that someone wants to drive a car faster than the rules. تخيل حد معاه عربيته وعايز يسوق العربيه بتاعته بسرعه اكبر من المعتاده. that you can in a smart car، ده الموضوع can't happen، ما ينفعش يحدث. the speed of the car is controlled by a special device، السرعه دي مربوطه بجهازه معينه. it doesn't matter what you do، ومش مهم جدا انت تعمل ايه. it will be impossible to drive faster than what the device tells the
انجن مش هينفع تسوق اكتر او اعلى من مطرح ما الديفايس هيبلغ الموتور. Experts have found that the number of serious road accidents will be reduced. وكمان بيقول لك ان الخبراء وجدوا ان الطريقه ديت هتقلل بنسبه كبيره جدا من الحوادث وغيره. And thousands of lives will be saved. والاف الحيوات هيتم انقاذها. Is this just science fiction؟ هل كل ده خيال علمي؟ No. لا. The second device is currently being used. You can find information about it on the internet. The first device is likely to be used in a few years. Time. In the future, it will be possible for technology to be used by everyone to solve engine problems. نحل مشكلات المواتير، موتورات السيارات والمحركات and keep everyone safe. ونخلي كل واحد يكون آمن. القطعة بتاعتي متقسمة لباراجرافز. أي واحد لما يجي يقول لك in first paragraph ادي كده الباراجراف الأولاني، ادي كده باراجراف رقم 2، وادي كده الباراجراف الثالث، وده النهاية بتاعتي. ودي كلمات لو حبيت ان انت ايه ترجع تبص بصة تانية عليها يعني. طيب تعال نبص بص على الأسئلة اللي موجودة قدامي. أول سؤال بيقول لي في الجملة بتاعتي when، بيقول لي when something goes wrong، بيقول لي لما في حاجة بتبقى مش كويسة مع الموتور ايه اللي بيحصل؟ هقول لك هيتم فحصها من خلال الكمبيوتر، قلنا كده في قلب القطعة تبقى رقم سي. السؤال الثاني the computer will find the distance to the nearest garage where، عشان خاطر تصلح السيارة قلنا هيدور على أقرب حاجة عشان تصلح السيارة بتاعتك، تبقى رقم دي. 3 بيقول لي في الجملة the nearest garage will check that it has نقط، الجراج هيتشاف لو كان فيه المعدات اللي بايظة عندك ولا لأ. the parts that are needed for your car أول واحدة. 4 بيقول لي the underline word this refer to، بص this، بص this عشان تحلها صح. انت فين يا زيز؟ زيس اهي، زيس اهي في الجمله بتاعتك. the underline word this refer to، بفضل اكمل رجوع، كمل رجوع عند كلمه ان ايميل لحد ما ترجع عند كلمه زيس. طب زيس will receive، شوف الاختيارات اللي موجوده عندك، عندك كلمه ايميلز وعندك في الجمله بتاعتك كلمه بارتس needed your car، ديت الاجزاء بص اهي موجوده زي ما هي عشان ما تجيش تغلط فيها اهي، بنقلها بشوفها هي فين في القطعه وباخدها بقوم جاي. ما ينفعش والله اخرك 120 بس مثلا يعني. 6 the underline word likely is the last paragraph means likely معناها من المحتمل او ربما، وهنا اللي بيحفظ الكلمات الكلمه دي كانت موجوده في يونت 4 وموجوده في حياتك كلها. ربما likely معناها ربما يبقى رقم سي وعكسها unlikely. 7 the main idea of the third paragraph is الفكره الرئيسيه للباراجراف رقم 3. طب واحد يقول لي فين باراجراف رقم 3؟ ادي كده الباراجراف الاولاني وادي الباراجراف ده كده الواحد وادي الثاني وادي الثالث، اللي هو بيقول لك imagine تخيل ان انت someone drive a car faster than rules، تسوق عربيه اسرع من القواعد بتاعتك اللي موجوده. فواضح ان الباراجراف رقم 3 في السؤال رقم 7 بيتكلم على ان هي فيها قياسات حمايه ان انت تسوق اكتر من المعتاد، يقول لك دوت مش هينفع. يبقى طبعا نمبر 7 هنختار فيها على طول the smart car has safety measures اللي جايبه رقم بي. 8 which of the following احسن عنوان للقطعه، ولما يجي الدور على سؤال زي ده يقول لك ما هو احسن عنوان للقطعه لازم تبقى تختار حاجه ناقشناها على مدار القطعه، ما تجيبش حاجه اتكلمنا عليها في اخر سطرين وتقول لي هي دي العنوان، ما ينفعش. يقول لي في رقم 8 which of the following is the best title، بنتكلم عن العربات الذكيه تبقى رقم دي. Scientists believe that there is a number of reasons for climate change. العلماء بيقولوا ان في اسباب مختلفه كتير جدا للاحتباس الحراري. One reason could be the changes in the amount of heat. واحده من ضمن الاسباب انه يكون في تغيرات في الحراره which actually comes from the sun at different times، اللي بتيجي من الشمس في اوقات مختلفه. Another could be volcanic dust، ممكن كمان تكون في ترابات كتير جدا، براكين ترابيه. People have also been adding gases such as carbon dioxide، الناس بقت بتضيف غازات زي ثاني اكسيد الكربون للغلاف الجوي. These are called greenhouse because they hang in the atmosphere around the earth like the roof and the walls of the greenhouse. والموضوع ده للاسف بيوصل لغازات موجوده فوق وبيسبب عندنا حاجه تسمى بالجرين هاوس gases. The earth receives heat and light، والارض بتتفق الحراره وكمان الضوء from the sun and sends this back into space as infrared radiations، وبتقلل الانبعاثات. Much of this radiations can't pass through the greenhouse، وللاسف في كتير جدا من الانبعاثات ديت ما تقدرش ان هي تعدي من الجرين هاوس gases and this cause increased in temperature، وده بيسبب ارتفاع في درجات الحراره بجانب من كوكب الارض. The amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing mainly، الكميات اللي موجوده في ثاني اكسيد الكربون بتزيد بارتفاع
because all countries burn fossil fuels. عشان للاسف كل الدول بتستخدم وقود حفري زي الاويل والناتشرال جاز والكول الفحم. the destruction of big rain وكمان التوزيع بتاع البيج رين بتاعي forest which absorb carbon dioxide and they give out oxygen makes matters worse. What can be done to prevent this situation؟ نعمل ايه عشان نمنع الموقف ده؟ Global warming is a problem that affects every country. الاحتباس الحراري مشكلة بتهدد كل الدول and every person in the world وكل شخص في العالم. First of all governments must agree to stop the destructions of the world rainforest. لازم نبطل نشيل إزالة الغابات، ما ينفعش. Secondly ثانيا they must agree to reduce the لازم كمان نوافق في إن إحنا نقلل الكميات بتاعت ثاني أكسيد الكربون اللي بتنتقل وبتوصل من المصانع والانبعاثات وبتوصل للغلاف الجوي. And we can all play a part as individuals. نلعب دورنا كأفراد. We should all try to reduce the amount of carbon dioxide we emit into the atmosphere. This can be done by driving fuel efficient cars. ده بيتم استخدامه او نعمله من خلال عربات تبقى صديقة للبيئة. The best way احسن طريقة people can help is to use public transport. نستخدم وسائل مواصلات عامة as much as possible لحد ما ربنا ما يقدرنا بدلا من العربات التانية. And finally we should plant more trees in the cities on farmers to give us back the air we need. ونزرع عشان خاطر نجيلنا الهواء اللي احنا محتاجينه. دي الكلمات لو قطعت مع حد فيكم اهيت خدوها سكرين عشان تقدروا ان انتوا تشوفوها تاني. اول واحده بيقول لي في الجمله if the amount of carbon dioxide doubles طبعا the average ايه اللي هيحصل في درجه الحراره؟ هيزيد. اهو ده سؤال زي ده ما كانش موجود في القطعه بالنص اعتقد ولكن ده جبناه من المعنى. تبقى increase رقم سي. اللي وراها بيقول لي to help people can use لو عايزين نساعد الناس ممكن تعمل ايه تستخدم ايه؟ وسائل نقل عامه مش كل واحد نازل لي بعربيته. 3 بيقول لي the word emit يا جماعه بمعنى الانبعاث بمعنى التحرر بمعنى الريليز رقم سي. 4 the best title for the passage can be احسن عنوان للقطعه هو عباره على اسباب الكلايماتيك تشينج وازاي نغيرها. الموضوع كله بيتكلم عن الاحتباس الحراري. تبقى الاجابه الاولانيه. 5 what are the greenhouse ايه هي الغازات ديت what are the greenhouse طبعا gases hang in the atmosphere around the earth like the roof and walls of greenhouse. هي عباره عن غازات موجوده وللاسف ما بتعديش من الجرين هاوس كلها ما بتعديش من الطبقه بتاعت الروف نفسه فتبقى رقم ب. 6 what does the underline word this refer to انت فين يا this اهي بيقول لي في الجمله this can be done by driving fuel. بيقول لي دوت ممكن يتعمل من خلال ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا. هو كان بيتكلم معايا في ان احنا عايزين نقلل الريديوس. انزل تحت كده يمكن ربنا يكرمنا في سؤال 6 ونشوف كلمه ريديوس دي فاختارها وانا مطمن ومرتاح البال. بيقول لي في الجمله هنا ريديوس this هي الحمد لله يبقى اقول له في الاجابه reducing the amount of carbon dioxide. 7 بيقول لي في الجمله according to the passage all the following are reasons for climatic change except كل من الاتي هو عباره على اسباب للكلايماتيك تشينج ما عدا ايه بقى؟ كل الحاجات اللي موجوده اسباب منها ما عدا ايه؟ ما عدا lack of carbon dioxide in the atmosphere. كلهم بيسببوا المشكله ديت ما عدا مين؟ كله بيسبب فعلا. لكن لو ثاني اكسيد الكربون ناقص يبقى عندي احتباس حراري يا ريته ينقص. تبقى رقم دي طبعا. 8 the main idea of the third paragraph الفكره الرئيسيه للبراجراف الثالث. البراجراف الثالث فين الاولاني؟ اهو يا مستر عند كلمه earth والثاني في الجمله بتاعت this والاخير لحد الاخر. فبيقول لك الفكره الرئيسيه للبراجراف رقم 3 فين السؤال اهو the main idea of the third paragraph is what we can do to solve the problem. نعمل ايه عشان نحل المشكله؟ تبقى الاجابه رقم ب. القطعه اللي وراها بيقول لي في الجمله بتاعتي هنا ماشي بيقول لي في الجمله بتاعتي if you can access the internet you can also access the world's biggest library. لو هتقدر ان انت تخش على النت ساعتها انت واحد يكون قادر ان هو يخش على مكاتب كتيره جدا ويقدر يخش على مكتبه ضخمه ومكتبه عملاقه. بعدها بيقول لي the world's biggest library. بيقول لي هنا the problem is that the library is so big that it's not always easy to find what you need. If you want a particular website it's easy to type the website. عايز موقع معين تخش واكتب URL بتاعه. Then the pages will appear on your screen. بعدها هتلاقي صفحات ظهرت على الشاشة. However, if you don't have the name of website, you can easily use search engines. استخدم محركات البحث. These are computer programs that look through
thousands of websites for keywords. دور على مواقع بكلمات مفتاحية. Then they then show you the result of the research and you can choose the website you need. Remember the keyword. افتكر ان الكلمات المفتاحية مهمة. If you type in one word pyramids for example أهرامات مثلا، لو كلمة مفتاحية مكونة من كلمة واحدة you will get the thousands of search results. هتلاقي آلاف نتائج بكلمة الأهرامات. If you put too many words لو حطيت كلمات كتير قوي the search engine might find many websites which are not relevant. ممكن يجيب لك مواقع مالهاش علاقة باللي انت عاوزه قوي. So it's best to put in 3 or 4 important keywords. مهم جدا تحط الحاجات في خلال 3 أو 4 كلمات بس. على سبيل المثال oldest pyramid in the world أقدم الأهرامات في العالم أو أقدم هرم في العالم. Search engines are very useful. محركات البحث مفيدة. But it's important to remember that not all websites are reliable. بس برضه مهم جدا تعرف ان مش كل المواقع موثوق فيها وان مش كله برضه ياخد منه المعلومة ويبقى ده تمام. Some companies pay to have their websites appear first in search results. Some websites will give information that might be inaccurate. What they say in fact might only be their opinion. Some websites might want to sell you something. ممكن تلاقي مواقع فجأة عايزة تبيع لك حاجة، تنسك دخلت في قصة تانية انت مالكش فيها وهكذا. How do you know which information is reliable؟ طب تعرف منين اذا كانت المعلومة دي موثوق فيها ولا لأ؟ بيقول لي you can usually trust university or government websites. صدق موقع الجامعة بتاعتك أو الجامعة أو موقع الحكومي. And websites of big media companies أو مواقع الشركات الإعلام الكبيرة. However وبرغم من كده if you are not sure لو مش متأكد check any facts on 2 or 3 different websites to make sure that they all say same thing. خش على أكتر من موقع عشان تتأكد إن كلهم بيقولوا نفس الحاجة بالظبط. Check the information on the website is not old information. تأكد إن المعلومة مش بتاريخ قديم. The website should say when the information was last updated. والموقع المفروض يقول لك إمتى المعلومة ديت آخر مرة تم الكلام بيها أو تم الكلام عليها يعني. طيب تعال نبص بس على الأسئلة. أول سؤال بيقول لي the Knot is the world's biggest library. بيقول لي هو عبارة على أكبر مكتبة موجودة تقريبا. طبعا مين دوت؟ ده الإنترنت. الإجابة نكبر لكم شوية عشان تشوفوا حبايب قلبي. بس كده شغل القلم. أوكي طبعا زي الإنترنت. الإجابة رقم سي. الثانية بيقول لي في الجملة بتاعتي according to the passage can usually be trusted. تبع للقطعة مواقع قلنا university or government والمواقع اللي عندها big companies. يبقى مين ومين؟ A و B. 3 which of the following is not important. أي من التالي مش مهم في رقم 3. أي من التالي مش ضروري جدا. طبعا ال reading athletes results of the research انك تيجي تكتب حاجات كتيرة جدا وتقرا كل نتائج البحث. reading all the results of the research تبقى رقم D. 4 how should a keyword be. المفروض الكلمة تبقى قد إيه بالظبط في رقم 4 الكلمة المفتاحية. قلنا 3 or 4 هم 3 4 كلمات بالكتير قوي. هو مش فرح يكتب لي 50 كلمة وعايز بحث. What does underline word these refer to؟ في سؤال 5 بيقول لي ممكن اقراها لكم من هنا. كلمة these بيقول لك these are computer programs that can look through thousands. These are computer programs. لما نيجي نرجع نبص بصة ورا these are computer programs هنلاقيها ان هي المحركات اهي. تبص search engines فبيبقى قبلها على طول. تبص بصة قبلها فتبقى these ديت اللي هي search engines. اللي هي انهي واحدة يا جماعة؟ these search engines أول واحدة. Which of the following is best title for the passage؟ بقول لك احسن عنوان مناسب للقطعه. ممكن تحط ايه؟ نحط استخدام المعلومات على النت. using information online. 7 according to the passage which of the following is both an advantage and disadvantage of the internet. عايزين ميزه وعيب للنت. في سؤال نمبر 7 ممكن نتكلم على الاحجام الكبيره اللي موجوده في الشبكه وغيره. its large size. اللي وراها which of the following the main idea of the fifth paragraph. أنهي جملة الفكرة الرئيسية الموضوع الخامس. قلنا تأكد إن أنت سيادتك عندك معلومات reliable وعندك بتدور على المعلومات الموثوق فيها أكتر من مرة. يعني اتكلمنا عليها في الجزئية ديت. فنرجع للسؤال مرة كمان. كان سؤال كام هو؟ كان سؤال 8 اللي هو آخر سؤال بقى خلاص. كان سؤال 8 which of the following. يبقى سؤال 8 إجابته making sure whether the information website reliable or not. تأكد معلوماتك موثوق فيها ولا لا. اللي وراها have you watched. بيقول لي في الجملة بتاعتي have you watched a video or movie on the internet. شفت قبل كده فيديو أو فيلم على النت. have you downloaded any material. حملت أي material from the internet. have you shared any videos before.
Do you think it's legal for these sites to share these materials without the owner's permission؟ تفتكر انت ممكن تشيرهم من غير ما تاخد اذن المالك؟ Movie studios and the recording companies are in a constant fight against piracy. كل دوت احنا بنحارب القرصنه، الناس صحاب الحاجه اللي حاجاتهم بتتسرق. The internet is the worst culprit. للاسف اكبر مجرم في الموضوع دوت. People often upload or watch pirated material, especially on video sharing sites. The companies try to shut down these sites. They even should the people using this material. Still, it has been a little of this far. There are just too many people and websites with pirated materials. للأسف. As well, these methods are making the studios and the companies unpopular with public. People are starting to see these companies as greedy. However, a new kind of software may change the nature of this fight. Amazingly, it's advertising software that is making a difference. This now software can actually analyze videos on the internet. When it finds a pirated video clip, it doesn't report it. Instead, it just puts an ad at the bottom of the video. بدل ما تتفرج نحط لك اعلان في اخر الفيديو عشان خاطر تشوفه بالعافيه. This is an ad for the original source. ده عباره عن اعلان من المصدر الاصلي للماتيريال نفسها. For example, it could show a link to the website of the studio or recording company. ممكن يكون عبارة على لينك للاستوديو أو حتى شركة تصوير. Or it could show an ad أو حتى يبين لك إعلان for a product لمنتج معين that the company owns إن الشركة بتملكه. In this way بالطريقة دي each pirated copy would actually help make money for the original company. وبالتالي كل شخص مقرصن هيكون قادر إن هو يساعد في إن هم يعملوا مال من الشركة الأم. أول سؤال the main idea of the passage بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على a new way to fight piracy. طرق جديدة لمحاربة القراصنة. 2 بيقول لي the synonym of the underlined constant. constant معناها ثابت وبيساويها steady. الإجابة رقم إيه؟ 3 videos piracy بتأذي طبعا. القرصنة بتأذي. harm. 4 بيقول لي according to the passage the companies followed not to face video piracy. كام عشان خاطر يواجهوا المشكله ديت؟ عندنا 3 و 2 نو 4. احنا هنا بيقول لك تبعا للقطعه. the companies followed to face video piracy. 3 ولا 2 ولا نو ولا 4 to face video piracy. بيقول لي هنا ان الكومبانيز بتتبع كام حاجه؟ عايزين نشوف في الجمله بتاعتي كلمه followed. ندور في الجمله بتاعتي على followed. اين انت يا followed؟ نشوف هي بتتبع كام واحده. بيقول لي في الجمله have you ever watched. ندور في الحته ديت يا جماعه. احنا قلنا هم بيشوفوا كام حاجه. movie studios recording companies constant fight against piracy. the internet the worst culprit. people often upload or watch pirated material especially video sharing sites. the companies try to shut down sites. they even stop people using material. still has been a little of thus far. there are just too many people and websites are pirated materials. these methods are making the studios and companies كده اتنين unpopular with the public. people are starting to see these companies as greedy. however kind of software may change the nature of the fight. amazingly it's advertising software that is making difference. this new software can actually analyze videos on the internet. when it finds pirated video clip it doesn't report it just puts an ad bottom. this is an original source. يبقى انا كده بواجه كام نوع؟ والله في اكتر من واحد. according to the passage the companies followed نقط to face video piracy كتير جدا بيتبع اكتر من طريقه واسلوب. فهتبقى طبعا تو قلنا بيحطوا الفيديوز وغيره. تبقى الاجابه رقم 2. 5 instead of fighting the pirated videos the company them. بيقول لي بدلا من محاربه الفيديوهات المقرصنه الكومبانيز بتعمل ايه؟ بتحط عليهم الحاجه بتاعتها made use بتستخدمه. بدل ما نشيل الفيديو لا نحط عليه اعلاننا ونكسب. 6 بيقول لي when the software finds a pirated video clip it doesn't. pirated معناها يقرصن. وهنا بيقول لك الكلمه دي نوعها ايه؟ يقول لك هنا is نقط. بيقول لك هنا في الجمله when software finds a pirated دي صفه والصفه هتبقى adjective. 7 which of the following summarize the last paragraph. لو قدرت ان انت تهزمهم ادخل معاهم. يبقى if you can't beat them join them. مش قادر ان انت تشيل حط اعلان على الحاجه بتاعتهم. 8 if you want to download a video from the internet you must have. لو عايز تحمل فيديو من النت لازم تاخد اذن مين؟ هاخد اذن صاحب الفيديو. هاخد اذن صاحب the owner permission. صاحب الفيديو ممكن انزله بس ده ما بيحصلش طبعا. التراجم واحلى حاجه في الدنيا التراجم.
طيب التراجم احيانا هتبقى عباره على استبعاد، واحيانا هتلاقي 3 وحايد او 3 تراجم، واحده فيهم بس المميزه مختلفه وهي هتبقى الصح. فدايما انك تبقى وسط راسك وتبقى مخلي بالك كويس جدا من التراجم، من الحاجات اللي موجوده قدامك، عشان خاطر مفيش مبدا ثابت في التراجم بالذات. بيقول لي في الجمله بتاعتي هنا education is the most important factor، ونشوف هنرجع لها لما نحتاج ان احنا نعمل ده يعني. طيب بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي التربيه والباقي كله تعليم، فواضح ان هنا هتبقى كلمه تربيه غلط مش صح. بعدها بيقول لي في الجمله بتاعتي تنميه المجتمع، تنميه اقتصاد البلد. بيقول لي في الجمله هنا most important factor to influence individual and the country development، country development، فما جابش سيره اقتصاد في حاجه، فبالتالي هتبقى رقم ب هي كمان غلط عشان خاطر كلمه اقتصاد. التعليم هو العمل الاكثر اهميه ولا فاعليه؟ قال لي important، فبالتالي هتبقى برضه هي كمان غلط اللي هي كلمه فاعليه، وتبقى الاجابه الصح هي الاخيره. اللي وراها بيقول لي the government عملت كذا وكذا وكذا، بتدي اهتمام للchildren، children اللي هم الاطفال، صح؟ طب ادي اطفال ودي اطفال ودي اطفال، دي شباب، دي غلط مش صح. نشيل القلم الاصفر ده. دي شباب، دي غلط مش صح، فدي اول واحده ما تفنيش عشان خاطر شباب، واخر واحده شباب فدي كمان غلط. يبقى كده ديت لا، ورقم فاء لا. اجابتي محتمل بين ب وبين ت. ذو الاحتياجات الخاصه ولا ذو المواهب الخاصه؟ بيقول لي هنا في attention especially needs، احتياجات الخاصه، ما قاليش القدرات ولا قال لي المواهب. يبقى كده واضح ان هم محتاجين احتياجات خاصه ولا مواهب؟ لا مش مواهب يا مستر، فتبقى الاجابه رقم ب صح ومظبوطه. The Russian رقم 3 بيقول لي هنا the Russian-Ukrainian war has seriously affected the prices essential، كلهم في جميع انحاء العالم الا دي في الشرق. هو اساسا ما جابليش سيره الشرق، ده بيقول لي affected prices commodities and all worldwide، جميع انحاء العالم، فبالتالي هي مش في الشرق خالص، ما ينفعش نختار اللي هي رقم الشرق الاوسط ديت. طيب عندي في رقم ب بيقول لي اثرت الحرب الروسيه الاوكرانيه على توفير، هي توفير ليه يا مستر؟ هو عندي اسعار السلع، اسعار ذا برايسز، ما جابليش سيره التوفير هو، فبالتالي التوفير ديت غلط ومش صح، وهنا في توفير غلط برضو ومش صح، فبالتالي الف لا، ب لا، ثاء لا، فتبقى تاء هي المظبوطه وهي اللي كويسه. اللي وراها بيقول لي في الجمله young people should think practically with help low interest نقط. اخر كلمه خالص بيقول لي benefit society، تفيد المجتمع. طب society معناها مجتمع، ايه علاقه المجتمع بالاحلام؟ فتبقى اول واحده ديت اخر كلمه فيها غلط، وطبعا هي كمان نفسها غلط. اللي وراها بيقول لي في اللي وراها على طول هنا احنا في رقم اوكي، يبقى كده الاحلام ديت غلط. بعدها بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي يجب ان يفكر الشباب بشكل عملي في الطريقه القروض المصرفيه. كلمه مصرف يا جماعه هو البنكي. اللعبه بقى كلها هنا بيقول لي هنا منخفضه الفايده منخفضه القيمه. هو هنا الموضوع يكون منخفض فايده ولا قيمه؟ بص هنا فايده وفايده وفايده ديت قيمه، فما فيش حاجه اسمها منخفضه القيمه، فدي كمان غلط. طيب رقم سي بيقول لي هنا يجب ان يفكر الشباب بمساعده، عايزين نشوف رقم ب ورقم سي 2 و3. يجب ان يفكر الشباب بشكل عملي، يجب ان يفكر الشباب بشكل عملي بمساعده القروض المصرفيه منخفضه الفائده. يمكن للعديد من الشباب الطموحين بدء مشروعات بسيطه لتحقيق امالهم، لتحقيق تجارتهم وافاده المجتمع. نرجع بقى للجمله benefit society، يبقى اقول لي في الجمله to achieve their ambitions، يحققوا الطموح، يحققوا طموحهم ما يحققوش تجارتهم، فبالتالي الاجابه المظبوطه يا جماعه تبقى رقم كام؟ رقم سي. الاجابه المظبوطه تبقى رقم سي عشان هم مش هيحققوا التجاره، هيحققوا الطموح، تبقى رقم سي هي المظبوطه وهي اللي صح. لتحقيق طموحاتهم وافاده المجتمع. سؤال 5 You should stop لازم توقف criticizing، نقد للناس من غير محايد، لازم توقف الموضوع دوت ضروري، فواضح ان انا لازم اوقف الشيء دوت. بيقول لي تجاه نقط المجتمع، ما جابش سيره بيقول لي towards giving back، فما قاليش سيره مساعده في حاجه، فبالتالي مساعده غلط ومش صح. بيقول لي يجب ان تنتقد ولا تتوقف عن الانتقاد؟ تتوقف، مش يجب ان تنتقد، فتبقى رقم ب هي كمان غلط ومش صح. رقم دي الاخيره بيقول لي الا تكون سلبيا ولا ان تكون ايجابيا؟ بيقول لي بوزيتيف، ان انا ابقى انسان ايجابي لحاجه او انسان فعال، فمش الا تكون خالص، فبالتالي الاجابه هتبقى رقم سي. اللي وراها 6
بيقول لي modern cultures نقط لقد اصبحت هي معرفه ولا ثقافه ولا حضاره. بيقول لي cultures وculture معناها الثقافه، فبالتالي المعرفه غلط والحضاره غلط. اجابتي محتمل ما بين بي وما بين سي. بيقول لي جزءا نقط حيث اصبحت جزءا نقط اصبحت جزءا تكنولوجي as they become an integral part of life. دي معناها ايه يا جماعه؟ معناها جزء عظيم ولا جزء لا يتجزأ؟ لا جزء لا يتجزأ، فتبقى عظيم ديت هي كمان غلط، والاجابه طبعا هتبقى رقم بي. The government سؤال 7. The government adopts sustainable development strategy which represent a roadmap for achieving the dreams. بيقول لي هنا في الجمله sustainable معناها مستدام. ايه علاقه ان هو تبقى مستدامه بمؤقته؟ فتبقى طبعا هات القلم، تبقى مؤقته ديت غلط ومش صح. بعدها بيقول لي تنميه مستدامه تمهد الطريق، تمثل كله تمثل اللي دي تمهد، فدي كمان غلط ومش مظبوطه. بعدها بيقول لي لقد تبنت. هو لقد تبنت ديت المفروض يكون معاها هاف او هاز. لما اشوف لقد على الاغلب بتبقى زمن المضارع التام، وهنا مفيش الكلام ده، فدي كمان تكون غلط مش صح، والاجابه تبقى رقم دي. 8 بيقول لي a lot of business allow you to earn more money مثل بنقط تسمح لك الكثير من الاعمال بكسب المزيد من المال عبر الانترنت، مثل جمع بيانات محتوى الويب، مثل برمجه. هو هنا جمع ولا برمجه ولا تحليل؟ بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي مثل such as analyzing، فانالايز ديت معناها ايه يا جماعه؟ معناها تحليل مش معناها جمع، فبالتالي ديت هتبقى يا نهار ابيض اهو، فبالتالي ديت هتبقى مش مظبوطه. برمجه مش مظبوطه، فتفضل تحليل وتحليل. اتفضلي رقم سي وتفضلي رقم دي. طيب رقم سي بيقول لي الكثير بممارسه الهوايات. هي فين كلمه هوبز اللي موجوده ديت؟ مش موجوده اصلا، فما فيش حاجه اسمها هوايات، فتبقى الاجابه رقم دي. اللي وراها 9 بيقول لي في الجمله بتاعتك if you want to achieve more success in life، لو عايز تحقق بعض نجاح في الحياه اعمل كذا وكذا وكذا. لو انت عايز تحقق بعض نجاح في الحياه اعمل كذا وكذا وكذا، وما تستسلمش خالص، ما تستسلمش ابدا. طيب يبقى كده واضح ان اول واحده بيقول لي a lot of determination، اول واحده اذا كنت تحاول، وهي كلهم الباقي ترغب، فدي هتبقى غلط ومش صح. بعدها بيقول لك في تحقيق بعض النجاح. بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي ان you need to a lot of determination. a lot معناها كتير، اللي جاب الكتره اللي بعض معناها حبه، فتبقى بعض هي كمان غلط. في تحقيق المزيد من النجاح معاك رقم سي ومعاك رقم دي، فانت محتاج في الحياه الى كثير من التصميم ولا الى بعض؟ ما هو برضه يا مستر ايه اللي جاب بعض هنا عندي؟ معلش مع احترامي لحضرتك، فتبقى الاجابه تبقى رقم سي. 10 accepting others is highly civilized aspect we all should have. You can express your opinion. ماشي اوكي. عندي في الجمله بتاعتي هنا بيقول لي accepting others is highly civilized. civilized بمعنى متحضر، حد متحضر يبقى متعصب غلط وسيء غلط. اجابتي محتمل ما بين الاولى وما بين الثالثه. طيب الاولى والثالثه بيقول لي احترام ولا احتراس؟ بيقول لي ريسبكت احترام، فبالتالي احتراس هي كمان غلط مش صح. بدون مشاكل في الحياه بدون دافع، فبالتالي ديت غلط ومش معانا. طيب رقم ب بيقول لي بدون الدافع في الحياه من السهل السعي. بيقول لي هنا بدون الدافع في الحياه من السهل السعي، بدون الدافع في الحياه من الصعب السعي. هو السهل ولا صعب؟ هارد يعني صعب. طب ايه اللي خلاها سهل يعني؟ فبدون الدافع في الحياه من الصعب من السهل، فدي كمان غلط ودي كمان غلط. فكده انا معايا ب ومعايا ث، معايا ب ومعايا ث. طيب رقم ث بيقول لي بدون الدافع في الحياه تحقيق السعاده مع الاخرين. هو هنا بيقول لي تحقيق السعاده مع الاخرين try to achieve for yourself، لنفسك. ايه اللي جاب الاخرين معايا هنا؟ فدي كمان غلط طبعا مش صح، ويتفضل ب هي اللي مظبوطه. 12 بيقول لي the future نقط يتشكل مستقبل العمل من خلال عالمين ولا عاملين two significant factors. ديت عالم، فديت هنا عالمين، فديت هنا مش صح. قوتين مش صح. بيقول لك من خلال كذا وكذا، يبقى معاك رقم بي ورقم سي، ورقم بي ورقم سي نسخه من بعض، مفيش فيهم اي اختلاف. انا وانا بحضرها ما لقيتش فيه اختلاف. دلوقتي حاليا انت شايف اختلاف عرفني جل من لاسه، انا مش جناحات مخبيه ورايا، انا بشر وكلنا بنغلط. بي وسي، يبقى بص عليها وقول لي فيها لخبطه ولا لا. يلا 13 بيقول لي personal development، بيقول لي التنميه الذاتيه كذا وكذا وكذا وكذا. طب عايزين نبينها بقى كده بشكل احسن، هنعرف نجيب كله؟ طب كويس الحمد لله.
بيقول لك التنميه الذاتيه هي عمليه تستمر مدى الحياه، هي ذاتيه ولا مهنيه ولا شخصيه؟ بيقول لي بيرسونال ديفلوبمنت، فواضح ان هي تنميه ذاتيه، فبالتالي مهنيه غلط، مش فبالتالي مهنيه غلط مش معانا وما ينفعش ان احنا نفكر فيها. الشخصيه هي ممكن تبقى الذاتيه، فمش هستبعدها، هخليها هي بالظبط، مش هغير فيها اي حاجه. التنميه الشخصيه هي الذاتيه، مش هغير فيها حاجه. 10 دقايق بالظبط خلاص، 10 دقايق بالظبط. التنميه الذاتيه هي بالظبط، فمش هغير فيها حاجه مش هنغير فيها اي شيء خالص. فالتنميه المهنيه مش تبقى مظبوطه. طيب معايا الاولانيه ومعايا رقم سي ومعايا رقم دي، تنميه شخصيه، تنميه ذاتيه وغيره. طب نختار هنا ايه في الجمله بتاعتي؟ بيقول لك هنا لتقييم او لمعرفه مهاراتك، انا عايز هنا اقيم مش عايز هنا اعمل معرفه، فبالتالي معرفه المهارات برضو دي كمان مش مظبوطه ومش صح. يبقى انا استبعدت رقم بي واستبعدت رقم دي. طيب بيقول لي هي هدف ولا هي عمليه؟ بيقول لي في الجمله personal development is a lifelong process، هي عمليه مش هدف، فبالتالي هي هدف ديت غلط برضو، وبالتالي هختار الاجابه الاولانيه. Workplace engagement and productivity and are influenced by several factors. في رقم 14 بيقول لي هي عملية موجودة، بيقول لي تتأثر المشاركة في مكان العمل والإنتاجية بعدة عوامل بحب العمل، هو بالاندماج. بيقول لي by several factors، لا يشعر الكثير من الناس don't feel engaged at work، ما جابليش سيرة بحب العمل خالص، بيقول لي don't feel engaged at work، إنهم منغمسين في العمل. بالاندماج لا يشعر الناس، تتأثر النواحي وتتأثر المشاركة، هي النواحي ما بتتأثرش، النواحي ما بتتأثرش. بيقول لي بعدها على طول عندما يعملون في بيئة مناسبة ولا بيئة غير مناسبة، بيقول لي working in inappropriate، فهي واضح ان هي بيئة غير ملائمة، فدي كمان مش كويسة. وبعدها بيقول لي في الجملة ببيئة غير حارة، ايه علاقة inappropriate بان هي تبقى غير حارة؟ فدي كمان غلط ومش صح. تبقى الإجابة رقم بي هي المظبوطة. سؤال 15 بيقول لي فيها political conflicts have significant impact on the global economy. As a result, leaders of the world should settle their disagreement peacefully to avoid distractions. هنا الصراعات السياسية تأثير كبير على سلام اقتصاد، صراعات إقليمي واقتصادي، واضح إن هو political، فده صراع سياسي، فمش هينفع إن احنا نختار إقليمي ولا حتى نختار اقتصادي، فتفضل سياسية وتفضل سياسية. صراعات سياسية كذا وكذا، على السلام ولا على الاقتصاد؟ لا ديت على السلام، فاقتصاد غلط برضو هي كمان. نمبر 16 بيقول لي فيها scientists، بيقول لي فيها هنا scientists believe that work conditions will be quite different in the future. Artificial intelligence is one of the most important factors that will decrease the number of people working different avoid distraction and instability. or number 16 صح مظبوطه، number of people working in different fields. هنا طبعا انا عندي يعتقد العلماء، وفي هنا يعتقد العلماء، وفي اكتر من واحده مختلفه. طيب يعتقد العلماء ان شروط العمل، هنا بيقول لي في الجمله بتاعتي work conditions ديت بيقول لي شروط العمل. طب هو ايه علاقه الاقتصاد بالموضوع؟ ايه علاقه الاقتصاد؟ فكده ديت غلط وديت كمان مش صح. طيب بالتالي يعتقد العلماء ان شروط العمل الاثنين بالمنظر ده، هل هي ستزيد ولا ستقلل؟ ماليش دعوه، بص ستزيد ستقلل، ولكن لمعلوماتك لازم نيجي نبص على الموضوع. بيقول لك will decrease، فهي معنى الاجابه بتاعتي ان هي هتقلل من الشيء الفلاني دوت، فبالتالي نختار الاجابه رقم بي، وديت هتبقى مش صح. طيب اللي وراها بيقول لي في 17 هنا in burnout is mental problem that affects more people today. Therefore we must take some rest to get rid of burnout which affects the accuracy to work to do. نمبر 17 هنا بيقول لي ان الارهاق هو مشكله وتؤثر على المزيد من الناس ولا من العمل؟ تؤثر على المزيد من الناس، فبالتالي العمل ديت مش صح وهتبقى غلط. والناس انا بشك في الثلاثه اللي هم بتوع الناس. الذي يؤثر على كميه، الذي يؤثر على دقه العمل، كلهم دقه العمل اللي دي كميه، فبرضه كميه دي كمان مش صح ومش مظبوطه. يبقى انا كده معايا الاجابه الثالثه ومعايا الاجابه الرابعه. رقم سي بيقول لي فيها هنا للتخلص من الارهاق، ورقم اللي وراها بيقول لي للتقليل، تخلص الا دي التقليل، فدي تبقى غلط، والاجابه المظبوطه هي رقم سي هي الصح. رقم 18 بيقول لي we live at the age of the internet. تعال بص على الترجمه على طول. نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، نحن نعيش في عصر الانترنت. طب بيقول لي the age of the internet، ايه اللي جاب الانترنت للتكنولوجيا؟
فانا محتاج ان انا اشطب دي، ومحتاج ان انا اشطب الفضاء، واشك في دي، واشك كمان في دي، اشك في دي واشك في دي. نحن نعيش في عصر التكنولوجي، فانا عندي حاجتين بفكر فيهم هما الاثنين، يا ترى الاجابه تبقى رقم بي ولا الاجابه تبقى رقم سي. انا عندي مشكله جدا، رقم بي ولا رقم دي. انا عندي مشكله في رقم دي. بيقول لي هنا في رقم دي ان نحن نعيش في عصر التكنولوجيا ويتم اتاحتها مجانا. انا ممكن ادور على كلمه مجانا هنا فين؟ Edrive internet where information around the world is second and available to people more countries than ever before. جهاز فين فري؟ فين فور نو؟ مفيش، مش كده، مش موجوده في الجمله بتاعتي، فديت برضو هي كمان تبقى غلط مش صح، وبالتالي تبقى رقم بي هي اللي مظبوطه. اللي وراها 19 بيقول لي تكنولوجي بلايز ا فيتال. فيتال معناها دور حيوي. بيقول لي التكنولوجيا بتلعب دور حيوي جدا. طب الغلطات اللي موجوده فين؟ هي بتؤثر بعمق مش تؤثر ببساطه، فواضح ان ببساطه ديت غلط ومش صح. بعدها بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي اسهل اسهل اصعب، فتبقى اصعب برضو مش منطقيه. بعدها بيقول لي اسرع 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 ديت ابطا، فديت برضو هي كمان غلط. طيب رقم 20 بيقول لي فيها هنا ان تشارك المراه، تقف المراه، تقف المراه، تشارك المراه. ستاند سايد ديت بمعنى ان هي تقف، تشارك يعني شير، فبالتالي تشارك ديت غلط، وتشارك ديت هي كمان غلط. طب تقف المرأة على جانب تحقيق الرفاهية، تقدم تقدم تقدم، وديت رفاهية، فدي تبقى غلط وتبقى رقم بي صح. 21 بيقول لي فيها هنا ان through sound educational system we can prepare successive generations of citizens capable of contributing to the country progress. من خلال النظام التعليمي نقدر نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اعمال متعاقبه، لكن ديت ناجحه، فديت تبقى غلط مش صح. بعدها عندي الصوتي، يبقى دي برضه هي كمان غلط ومش مظبوطه. بعدها بيقول لي هنا اجبال، ودي اجيال، يبقى دي هي كمان غلط، ودي اللي معانا كويسه. 22 بيقول لي الزلازل والبراكين كوارث طبيعيه بتتطلب مجهودات دولي 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 الى ديت وطني، فديت تبقى غلط ومش صح، باقي كله دولي. طيب بعدها على طول بيقول لي هنا الصحيح، بيقول لي هنا في الجمله ان الزلازل والبراكين كوارث طبيه، لا ده بيقول لي طبيعيه، فدي تبقى كمان غلط. بعدها على طول بيقول لي هنا الجهود المتواصله، بس دي كانت جهود مشتركه، فتبقى ديت هي كمان غلط مش صح. لقد يسرت التجاره الالكترونيه. طيب بيقول لي هنا على البيع والشراء، كلمه تريد معناها تجاره، فبالتالي هنا تريد التجاره مش صح، يبقى انا كده شطبت اللي هي الاجابه الاولانيه. بعدها على طول بيقول لي في الجمله بتاعتي هنا اي ليرنينج، ليرنينج معناها التعلم، وانا بتكلم على تجاره، فتبقى اي ليرنينج برضو هي كمان غلط ومش مظبوطه. طيب رقم سي، رقم سي بيقول لي فيها هنا اي كوميرس هاز ميد ات ايزر، دي جمله مظبوطه ما كانش فيها مشكله خالص في رقم سي ديت، ولكن تعال نبص على رقم دي كده نشوف مالها. بيقول لي الكتريكالي، وهو بيقول لي هنا الكترونيا مش كهربائيا، فبالتالي تبقى رقم دي غلط عشان خاطر الكتريكالي، ونرجع نجري جري على كلمه الكترونيا مش على الثانيه خالص. يلا اللي وراها بيقول لي من خلال الهندسه، بيقول لي من خلال الهندسه الاجتماعيه، من خلال الهندسه الاجتماعيه يحاول لصوص الكمبيوتر جينيتك سوشيال، فبالتالي هقول له جينيتك ديت غلط ومش معايا ابدا في الجمله. بعدها بيقول لي تراي تو تريك، يحاولوا يخدعوا مش يحاولوا يقنعوا، فتبقى برسويد غلط. بعدها في رقم سي بيقول لي هنا ستيل يور سيكريت، هم مش بيحاولوا ان هم يعملوا ستيل يور سيكريت، مش بيسرقوه، هم بيأكسس يور سيكريت، فبالتالي هو في الجمله بتاعتي في رقم سي ستيل يسرق، هو عايز يأكسس وعايز يخش فبالتالي مش هتنفع برضه هي كمان. فكده احنا شطبنا رقم A، شطبنا رقم B، شطبنا رقم C، ما تفضليش غير رقم D هي المظبوطه وهي اللي صح. يعتمد النقل والكثير من الصناعات بشكل كامل على كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا ترانسبورت اند ا لوت اوف صناعات مش مصانع، فاكتوريز ديت غلط عشان ديت مصانع. وبعدها كمان بيقول لي في الجمله الثانيه في نمبر بي فلايتس، او ايه اللي خلاها فلايتس وهي ترانسبورت، فتبقى رقم بي هي كمان غلط. بعدها رقم سي بيقول لي هنا really on oil، هو بيقول لي هنا بشكل كامل، يبقى محتاج صفه، محتاج ديبندنت بشكل مستقل، محتاج ديبندنت، يبقى بص كده completely dependent ديت اللي عليها لانه ديت الصح، فبالتالي ديت تبقى غلط برضه عشان really on، فدي برضه تبقى غلط مش مظبوطه، وتبقى رقم دي هي اللي صح. اللي وراه الحرمان البيئي هو غياب كذا وكذا وكذا وكذا، واضح ان هو absence، ما هو مش نتيجه، فتبقى الريزلت هنا مش مظبوطه.
بعدها بيقول لي absence of emotion conditions، هو عباره عن ظروف تفكير سلوكي، تفكير سلوكي بيئي مش حسي، فتبقى ايموشنال برضه هي كمان غلط. رقم دي ذا بريسنس، هو قال لي ابسنس مش بريسنس، فتبقى دي كمان هي برضه غلط. طريقه الحل في الترجمه هتبقى مفيده جدا لو انت طبقت اللي احنا بنعمله حالا مع بعض. اللي وراها تهدف مبادره حياه كريمه لكذا وكذا وكذا وكذا، فبيقول لي في الجمله بتاعتي مبادره تامل او تهدف لامر معين، تهدف مبادره حياه كريمه، فواضح ان هي تهدف يبقى aim to، فتبقى hopes to ديت مش صح وما ينفعش ان انت كنت تختارها. طيب عشان خاطر دي بمعنى يأمل، فديت غلط ومش مظبوط. الإجابة رقم بي ذا حياة كريمة initiative aims to elevate burdens of employees، الموظفين. بيقول هنا المواطنين مش الموظفين، مواطن، فتبقى employees هي كمان هي مش صح. يبقى كده فاضل لي رقم سي وفاضل لي كمان رقم دي، واحدة فيهم هي المظبوطة وواحدة فيهم هي اللي عليها العين. مين فيهم الغلط؟ مين فيهم اللي فيه مشكلة؟ adapted. بيقول لي هنا initiative is adapted to provide، هي معناها متبناه. هي فين الجمله بتاعتي اللي هي فيها كلمه تبني هنا؟ ما عنديش، مش كده؟ فنقول له كده تعالى adapted انت مش مظبوط معانا لو سمحت، وتبقى رقم سي هي اللي مظبوطه. seeks to ensure dignified life، خلي بالك منها كويس قوي. اللي وراها يجب ان تكون عضوا فعالا في المجتمع، فلا تكون سلبيين وتكتفي بمجرد الشك وانتقاد افعال الاخرين. لازم نكون موضوعين ونسعى للنقد وبناء القبول الاخر. لازم تبقى عندك الراي والراي الاخر، سيادتك لازم تبقى حيادي مش سبجكتيف. دي مش معناها محايد اوبجكتيف، الاثنين بمعنى محايد او الثلاثه كمان. طب رقم سي you must be an active member of your، لازم تبقى عضو في مجتمعك مش في الكانتري بتاعتك. تبقى الإجابة رقم سي هي كمان غلط، وأنا شاكك لحد الآن في بي وشاكك لحد الآن في دي. بيقول لي you must be a not member، لازم تبقى شخص فعال أو نشيط مش شخص منتج. يبقى productive برضه هي كمان مش مظبوطة، وتبقى رقم بي هي الصح. تسعى الحكومة لكذا وكذا 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 للتحكم فيه. تسعى الحكومة seeks، ديت هنا تأمل، ما ينفعش تحط hopes. طب كويس الحمد لله. تسعى سيكس، ما ينفعش تحط هوبس دي معنى يأمل، فبالتالي هوبس مش منطقية وما ينفعش ان احنا نختارها خالص. يبقى الإجابة الأولانية غلط مش صح. طيب رقم بي على طول بيقول لي the government seeks to control price by virus it tries، انها بتحاول. بيقول لي في الجملة بتاعتي تسعى الحكومة لفرض عقوبات ضد التجار الذين يحتكرون السلع. طيب يبقى كده عندي في الجملة بتاعتي يحققوا مكاسب، يرفعوا الأسعار. تعال نستبعد يقلل اللي هي ديكريز، فتبقى برضو رقم دي غلط، وفاضل لي بي وفاضل لي سي. طيب انا هستبعد رقم سي ليه؟ بيقول لي it tries severe penalties، it tries انها تحاول. بيقول لي في الجمله هنا انها تحاول، هي بتفرض impose مش tries، فتبقى رقم بي هي كمان غلط ومش صح. 8 بيقول لي لابد من كذا وكذا وكذا وكذا، لابد ان يغير الناس من عاداتهم الاستهلاكيه، ولازم ان هم يغيروا الموضوع باي بالمقاطعه مش بالبانشنج، مش بالعقاب. بعدها بيقول لي their bad production، هو هنا بيتكلم عن الاستهلاك مش بيتكلم عن الانتاج، فتبقى production غلط في حين ان كله consumption استهلاك. فاضل لك بالظبط رقم بي وفاضل لك رقم دي، فاضل لي رقم بي وفاضل لي رقم دي في سؤال رقم 8. فبالتالي انا عندي رقم دي هنا بيقول لي necessary و unnecessary، هو عايز الحاجه اللي هي يمكن لمجد الغلاء وتخفف من اعباء المعيشه، تختلي الحاجات اللي مش ضروريه غير ضروريه تبقى unnecessary، ودي necessary، فدي تبقى غلط ما تبقى الصح. التنميه المستدامه هي استراتيجيه تهدف لتحقيق اهداف التنميه البشريه مع الحفاظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعيه التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع. يبقى نمبر 9 هنا اركز فيها كويس قوي عشان خاطر فيها بص حته صغننه جدا، البشريه ما اسمهاش هيومن واخرها ايه بالمنظر ده، دي كلمه ليها معنى مختلف تماما، صفه. فبالتالي الاجابه الاولانيه هتبقى غلط ومش هتكون صح. طيب الاجابه الثانيه التنميه البشريه اسمها او التنميه المستدامه السستينبل، ما اسمهاش هي السوشيال ديفلوبمنت، يبقى دي كمان غلط. طيب رقم دي بيقول لي في الجمله بتاعتي that needs to achieve، هو هنا بيقول لك في الجمله هنا needs to achieve، لا يا مستر بيقول لي aims تهدف مش تحتاج، فبالتالي برضو هجري على needs واقول له needs هي كمان تبقى غلط، والاجابه المظبوطه هي رقم سي. 10 في سوق العمل لم تعد الخبره وحدها هي العامل الاساسي. in the labor market experiment دي تجربه في المعمل، فبالتالي experiment هنا غلط ومش صح.
بعدها على طول بيقول لي في الجمله في رقم سي then skills، اهم من السكيلز، اهم من الخبره. سكيلز معناها مهاره، فتبقى رقم سي هي كمان غلط ومش صح. بعدها في رقم دي labor market alone no longer mean factors that employees، اللي هم الموظفين ولا اصحاب الشغل. انا محتاج صحاب الشغل نفسهم، مش محتاج الموظفين اللي بيشتغلوا، فدي كمان هي تكون غلط ومش مظبوطه. طيب 11 بيقول لي فيها هنا ان تشيلد ليبر ريفير ظاهره، بيقول لنا ظاهره تشغيل الاطفال ودي فينومينال، يبقى الاجابه تشيلد ليبر ديت غلط مش مظبوطه، تشيلد ليبر ديت غلط مش مظبوطه. فانا محتاج اشوف الفينومينال، محتاج اشوف الظاهره. طب يا ترى بقى الجمله بتاعتي ريفيرز تو ذا اكسبلوتيشنز ولا اكسبلوتنج؟ هنحط بعد ريفيرز تو دايما الاي ان جي، فبالتالي هجري على الاجابه رقم دي وهقول له سي غلط بسبب وجود ريفيرز تو اكسبلوتنج مش مظبوطه. رقم 12 بيقول لي فيها بالاضافه الى الاهتمام بتطوير البنيه التحتيه وانشاء العديد من المشروعات القوميه تنفذ الحكومه المصريه سياسه اصلاح اقتصادي طويل الامد ومن المتوقع ان نستمتع الى اخره. رقم 12 واضح ان هي بتؤشر او ان هي بتضيف اهتمام تطوير البنيه، يبقى ميني برايفت. هو قال لي في الجمله بتاعتي عديد من المشروعات القوميه، برايفت معناها شخصي، فبالتالي برايفت ما تنفعنيش. فهو بالتالي عندي كلمه ميني انفستمنت، ميني انفستمنت معناها استثمارات، انا عايز مشاريع. طيب يبقى كده استبعدت الاجابه رقم ايه واستبعدت الاجابه رقم بي، فاضل ايه؟ استبعدت ايه واستبعدت سي، فاضل لي بي وفاضل لي دي. بيقول لي هنا في الجمله بتاعتي long term scientific reform، اصلاح علمي. هي فين علمي في الجمله؟ فين scientific دي؟ دور عليها مش موجوده، صح؟ شكرا مع السلامه. ارمي على طول، ارمي على طول ولا يهمك. يبقى الاجابه المظبوطه هي رقم كام؟ بي. اللي وراها بيقول لي في الجمله بتاعتي، نعمل كده عشان كله يبان اهو. تحظى مصر بتراث ثقافي، مصر ليها تراث ثقافي كبير، ثقافي هائل. هي مش سوشيال، ملهاش تراث اجتماعي، يبقى ده سوشيال اجتماعي نلغيها خالص مش علينا، تبقى موجوده في الجمله بتاعتي. وبعدها بيقول لي هنا هائل. طب هائل هي تريمنداوس، هائل، مارفلس، الاثنين بنفس المعنى، ولكن بيقول لي سورس اوف باور. يعني بص في رقم سي بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي ايجيبت هاز تريمنداوس كالتشر which is source of wealth، هو جزء من الثروات. هو بيقول لي مصدر الهام للاجيال القادمه، ما فيش ثروات في الجمله، فبالتالي طبعا هتبقى ويلث ديت غلط ومش مظبوطه. خلي بالك لما يكون في اثنين واثنين والاثنين بنفس المعنى، ما تقفش عند الترجمه. لما يكون في جملتين كلمه وكلمه بنفس المعنى ومقارب شويه تقول لي لا اصل في اختلاف، عديها وشوف المعنى الاقوى واستخدمه واستبعد بيه. رقم دي there are a lot of manner، هو بيقول لي هنا اساس basic، بيقول لي هنا حاجه اساسيه، فبالتالي الجمله لازم يكون فيها شيء من الاساس، لازم يكون حاجه موجوده طبيعيه، فبالتالي هنجري على رقم دي. انا اسف، هنرمي منها وجود باور، هنرمي منها وجود باور فيوتشر. ليه يا مستر؟ هو بيقول لي تنميه والنجاح في شتى المجالات، ما قاليش الطاقه، ما قاليش الباور، فبالتالي باور هي كمان غلط ومش مظبوطه ومش صح. يبقى انا استبعدت الاجابه الاولى، استبعدت الاجابه الثالثه والاخيره، فتبقى الاجابه تبقى رقم بي. يلا اللي وراها، ليس كافيا ان نفتخر دوما، دي لاني نزلت عليها وانا بقرا بقى. ليس كافيا ان نفتخر دائما، ليس كافيا ان نفتخر دائما بانجازات اجدادنا. هي فاضل واحده فوق، there are a lot of basic elements. اوكي 14 لسه الاول، بيقول لي هنا هناك العديد من العناصر الاساسيه التي تشكل كل ثقافه. ثقافه في الجمله بتاعتي مش هينفع احط نولج معرفه. بعدها على طول في اخر كلمه خالص بيقول لي هنا القيم values، فبالتالي سكيلز ديت مش معناها قيم. وبعدها عندي values الاولى والثانيه اتشطبت، فاضل سي وفاضل دي. بعدها بيقول لك there are a lot of manner، هو بيقول لي اساس كلهم بيزك، فتبقى ديت غلط هي كمان. ليس كافيا ان نفتخر دوما بالانجازات اوف اور بتاعت اجدادنا. بيرنس دوت بابا وماما، فمش منطقي نختار بيرنس ابدا. بعدها بيقول لي نفتخر بيه مش حريصين على، فتبقى ديت هي كمان غلط. سيفيلايزيشن هي الحضاره، بيقول لي ان نسعى لتحقيق احلامنا في الحياه، براود نكون فخورين بانجازات اجدادنا. مفيش كلمه حضاره في الجمله خالص بتاعتي هنا. وبعدها تبقى الاجابه المظبوطه طبعا هي رقم دي. اللي وراها بيقول لي يجب ان نشجع الاعمال الدراميه، يجب ان نشجع الاعمال الدراميه على كذا وكذا وكذا وكذا. efforts not exerted. طب ايه اللي خلى فيه كلمه exerted ده بمعنى تبذل؟ الاعمال الدراميه التي تظهر، ما قاليش ان هي تبذل، فبالتالي exerted ديت مش منطقيه، مش موجوده معايا. بعدها في رقم سي بيقول لي country against enemies، نحمي الدوله من الاعداء.
هو فين كلمه الاعداء؟ حمايه البلد من المخاطر، خليتها اعداء ليه؟ يبقى against enemies ديت برده مش صح، اللي هي رقم سي. طيب رقم دي بيقول لي نوت ناشونال انكم، ولذلك دعم الاستقرار ونشر الوعي. ونشر الوعي مش عايز يزوده وعايز ينشره وعايز يعمله سبريد، مش عايز يعمله انكريز، فدي كمان غلط. 17 دايما كن طموح وحفز نفسك وحدد اهداف عشان تحققها في حياتك. كونتنت دي بمعنى سعيد، وانا بقول لك خليك طموح مش بقول لك خليك سعيد. اللي وراها على طول بيقول لي هنا always be motivation او always be motivated نقط. بعدها بيقول لي هنا you must be ambitious، لا يجب ان تكون طموح. فبالتالي انا عندي احتماليات في رقم بي ورقم سي. رقم بي hope to، عشان خاطر بيقول لي تأمل الى، تطمح للشيء، فhope to لغيناها وشلناها خالص. ورقم سي بيقول لي you must be anxious. طب فين وجود في الجمله بتاعتي always كظرف التكرار؟ فبالتالي برضو دي كمان هشطبها مش هتبقى صح. you must be anxious ديت هشطبها وهجري على الاختيار رقم دي. 18 بنفخر دائما بحضاراتنا العريقه. يبقى انا عندي في الجمله الحضاره العريقه يعني قديمه مش يعني حديثه، فتبقى مودرن غلط. بعدها بيقول لي زياده الدخل القومي، لكن في نفس الوقت ايه علاقه الدخل القومي بالعمله الصعبه؟ فتبقى هارد كرنسي غلط. بعدها على طول بيقول لي في رقم دي strive to create modern architecture، هندسه معماريه، معمار. فين المعمار اللي موجود ده؟ بيقول لي تراث، فتبقى architecture ديت هي كمان غلط ومش مظبوطه. 19 من المعروف ان العديد من الشباب لديهم العديد من الاهداف في الحياه، ولكن يجب ان يتذكروا ان الاهداف يجب ان تتوافق مع قدراتهم ومع جهودهم. لازم اخلي بالي من دي كويس جدا. من المعروف ان العديد من الشباب ليهم اهداف في الحياه. 19 دي حلوه. اتس كومن واتس نون. كومن ونون يا جماعه الاثنين بيجوا بنفس المعنى بالظبط. كومن ونون الاربعه بيجوا بنفس المعنى، فما تجيش تقول لي معروف تبقى نون، ما هي ممكن كومن شائع معروف، فما تجيش في الامتحان تشك في دولت تقول لي هرمي دولت يتبقى لي دولت، ده ما ينفعش ومش صح. فبالتالي هنا انا مش هشك في الباقي. بيقول لي هنا اتس كومن نقط with their needs in the life، هو بيقول لي هنا abilities، فواضح ان انا استبعدت اول حاجه خالص ديت، عشان بيقول لي يجب ان يكون تتوافق مع قدراتهم مش احتياجاتهم. تبقى رقم دي غلط مش مظبوطه ومش صح. طبعا عندي A و B و C. طيب ساعتها بقى رقم B it's common knowledge that many young people have numerous life goals but they must keep in mind that aims must be compatible. طيب نشوف الفروقات اللي موجوده في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه. نشوف الفروقات اللي موجوده في رقم 19 ما بين الثلاثه. بيقول لي it's common knowledge، بعدها بيقول لي it's common knowledge، بعدها بيقول لي it's common knowledge it's known that many young people. طب يا مستر هو ايه علاقه الجمله بتاعتي common knowledge بالمعرفه؟ بيقول لي من المعروف ان العديد من الشباب لديهم، يبقى واضح ان لازم ابدا الجمله بتاعتي بالفاعل كترتيب جمله ترجمه، بعدها بكمل جملتي عادي. many young people have numerous life goals، عندهم اهداف في الحياه. تمام كده؟ knowledge دي معناها المعرفه مش معناها المعروف، يبقى التالي ديت مش مظبوطه ومش صح. تبقى رقم سي هي المظبوطه عشان ده الترتيب المنطقي ليها. يلعب العمل التطوعي كذا وكذا وكذا دور، باليو معناها قاعده، فبالتالي تبقى الاولانيه غلط. واوبريشن ديت عمليه جراحيه، فهنا مفيش عمليات جراحيه يا معلم، تبقى اوبريشن برضو هي كمان غلط. اورجانز ديت اعضاء الجسم، كبد، كليه، طحال، قلب، ما ينفعش برضو هي كمان. يبقى كده ايه لا، كمان سي او بي لا، سي لا، وتبقى الاجابه طبعا رقم دي هي المظبوطه وهي الصح. وصلنا لاخر جزء وهو اخر سؤال في الامتحان اللي علينا. بوك بايرسي، قرصنة الكتب. مواضيع اللي هتجي لك في الامتحان 4 درجات، 6 سطور ب4 درجات. هتعرف تكتب في الامتحان بتاعك مواضيع مهمه جدا زي قرصنة الكتب، وانا حاطط تراجم بالعربي عشان خاطر تبقى انت مجمع وشايف الامور بتاعتك. لو عايز تكتب عن البوك بايرسي لازم يكون في فكر مجمعه، موضوع بيتكلم عن الواجب تجاه الوطن، ومواضيع مختلفه كتير جدا زي ما انت شايف قدامك. مهارات ومعرفه، تكنولوجيا خضراء، مسابقات رياضيه دوليه، دي مواضيع مختلفه للناس اللي هتقعد تجيب افكار وتقعد تعرفها. طب مستر انا ما بحفظش، ما بعرفش احفظ، هتصرف ازاي؟ مستر طب انا ممكن يجي ايميل ليه؟ لا يا عم، هتعرف شكل الفورم وتو السبجكت والامر بسيط. هاو ار يو ام رايتنج ذيس ايميل عشان اكلمك على كذا، وكان الموضوع عادي. بس بقى لو انا محتاج ان انا احط حاجه اسطمبه، ساعتها لو خلاص اهبط صح. ازاي تهبط صح؟ لو عندك موضوع انت ترجمته انه موضوع ايجابي هترص له ديت مواضيع محفوظه تطلعني ان انا اخد ال4 من 4 اللي هم على السؤال. طيب لو موضوع سلبي وانت عارف ان الترجمه ان الموضوع سلبي هترص ديت. طب لو الموضوع فيه بروس وكونز